مامت لها في نفس البيت وفي ظروف شبه بعضها، وكل مرة بيتقال نفس الجملة: الحقوني، ابني مش بيتنفس. هو ممكن تقتل عيالها الأربعة وتفضل عايشة دور الضحية؟ كاثلين فلوبيج، الأم اللي استراليا كلها شافتها واحدة من أبشع السفاحات في التاريخ، قتلت ولادها واحد ورا التاني وعلى مدار 10 سنين من سنة 89 لحد سنة 99، أو على الأقل ده اللي كل الناس فهمته. بس استنى للآخر، لأن القصة دي مش بس عن اتهموها إنها قتلت عيالها، دي قصة عن إزاي ممكن بلد كاملة، محكمة، شرطة، صحافة، جمهور، يشوفوا نفس الورق ويسمعوا نفس الكلام ويطلعوا بنتيجة غلط. لكن قبل ما نوصل للحقيقة لازم نعيش الكذبة زي ما كل الناس عاشتها. أهلا بيكم في الراوي مع أحمد راوي. كاثلين اتولدت في حياة مش طبيعية من أول يوم. من وهي لسه طفلة صغيرة عندها سنتين، وتحديدا سنة 1969 شافت أبوها بيطعن أمها 24 طعنة وماتت قدام عينها. وحاجات كتيرة، حيرة وغضب ووحدة وخوف من الهجر، وحاجة مستمرة إنها تثبت إنها طبيعية، إنها تقدر تبقى زوجة، وإنها تقدر تبقى أم. وفي سنة 1982 وهي عندها حوالي 15 سنة قررت إن هي تسيب المدرسة، وبعدها بكام سنة وهي عندها حوالي 20 سنة اتجوزت كريغ فلوبيج، راجل شغال في الحديد والصلب. حياتهم بسيطة وعادية، ما فيهاش أي حاجة تقول إن البيت ده هيبقى بعد سنين عنوان واحد من أبشع وأغرب القضايا في استراليا. وفي فبراير سنة 1989 كاثرين ولدت أول طفل وسميته كيلب. طفل طبيعي جدا، كامل نموه، والدكاترة قالوا ان هو كويس وسليم. وبعد 5 ايام من الولادة بس كاثرين خدته البيت. بس بعد فترة قصيرة بدأت تقول ان نفسه مش مظبوط. راحوا المستشفى واتقال ان عنده مشكلة في الحنجرة، حاجة بسيطة مش سهلة. ولحد هنا مفيش حاجة غريبة. اطفال كتيرة بيبقى عندهم مشاكل في التنفس لما بيتولدوا، والموضوع كان بسيط بدليل ان هم خرجوه من المستشفى. لكن في ليلة 19 فبراير سنة 1989 وتحديدا الساعة 8 مساء، كريغ جوز كاثلين صحي على صوتها، جري على اوضة الطفل بسرعة وملهوف، ولقاها واقفة على سريره وبتصوت بصوت عالي وبتقول: ابني ما بيتنفس، مفيش نفس. كيلب كان مات، كان عنده 19 او 20 يوم بس، وسبب الوفاة الرسمي اللي حدده الدكاترة هو السادن انفانت ديث سيندروم، او موت الرضيع المفاجئ. وده الطب لحد دلوقتي ما لقالوش تفسير. اطفال كتيرة بيموتوا تحت عمر السنة وهم نايمين من غير اي سبب. الله يحفظ ولادنا. شافوا ام واب فقدوا طفلهم، مفيش اتهامات، مفيش شكوك، مفيش تحقيقات خالص، حاجة عادية ممكن تحصل لاي حد. بس بعد 7 شهور كاثلين حملت تاني. باتريك ابنها التاني اتولد في يونيو سنة 1990. طفل جديد، امل جديد، حياه جديده. بس في 18 اكتوبر من نفس السنه حصلت حاجه غريبه. كاثرين حطت باتريك ابنها ينام، وكريغ الاب بص عليه حوالي الساعه 10 بالليل، وكان نايم كويس وما كانش فيه اي مشاكل. بس بعدها بمفيش كام ساعه وبرده الساعه 3 الفجر كريغ يصحى على نفس الصوت، نفس الصويت، نفس الرعب، ويطلع يجري على اوضه باتريك، يلاقي كاثرين واقفه فوق السرير والطفل ما بيتنفس. لكن خرج من الموضوع ده متصاب باعاقه كبيره في الدماغ، وبقى عنده صرع وفقد بصره. يعني الطفل اللي دخل ينام عادي الساعه 10 بالليل بقدره قادر الساعه 3 الفجر حياته كلها تتقلب كده. غريبة شوية. والناس بدأت تسأل ايه اللي بيحصل في البيت ده بالليل. بس برضو قالوا يمكن مرض، يمكن صدفة، يمكن الناس دي حظها وحش جدا. بس في يوم 13 فبراير سنة 1991 وتحديدا الساعة 7 صباحا كاثرين اتصلت بكريغ في الشغل وقالت له جملة صغيرة لكنها تخلي جسمك كله يقشعر. قالت له: حصل التاني. ازاي؟ الاب رجع البيت لقى الاسعاف موجوده وابنه ميت، والسبب الرسمي اللي الدكاتره قالوه وقتها ان الموت ناتج عن نوبه صرع او اختناق مرتبط بيها. يعني برضه في تفسير طبي. بس دلوقتي عندنا طفلين ماتوا، الاول مات في فبراير سنه 89 الساعه 2 الفجر، والتاني مات بسبب الاختناق بشكل غريب يوم 19 اكتوبر سنه 1990. وكل ده والام دايما موجوده في الصوره ولوحدها، ومع ذلك لحد دلوقتي محدش شاور عليها. بعد وفاه باتريك كاثلين وكريغ قرروا ان هم ينقلوا البيت جديد، يمكن يهربوا من الذكريات. اصلها عمرها ما كانت سهله يا جماعه. بس المشكله ان الذكريات مش هتسيبك وتفضل قاعده في البيت القديم، دي هتبقى فوق دماغك كده اهو. المهم انه في اكتوبر سنه 1992 وبعد سنه وكام شهر بس من وفاه باتريك كاثرين ولدت بنت اسمها ساره، طفله جميله جدا. ولحد ما بقى عند ساره 10 شهور بس جالها دور برد ما كانش مخليها عارفه تنام كويس. وفي فجر 30 اغسطس سنه 1993 حوالي الساعه 1:30 الصبح نفس الفيلم تاني. سارة ماتت، والسبب الرسمي هو السيدز او موت الطفل الرضيع المفاجئ، نفس المرض اللي مات بيه كحدة. كلهم ماتوا في سن صغيرة تحت عمر السنة، وتقريبا كلهم نفس الظروف، نوم وتنفس. وكل مرة الام لوحدها بتبقى موجودة في الصورة. اكيد دي مش صدفة، بس وقتها ما كانش فيه دليل مباشر ولا كاميرات ولا في شاهد شاف حاجة، ومفيش اي علامة واضحة على اجسام الاطفال زي مثلا اثار خنقة او حاجة. البيت ده كان عامل زي مسرح جريمة بس مفيش جثة بتتكلم. وبعد موت سارة كريغ وكاثلين نقلوا البيت تاني كأنهم
كلهم بيحاولوا يسيبوا الموت في البيت القديم، بس الموت كان عارف اللوكيشن الجديد. في اغسطس سنة 1997 كاثرين ولدت طفلتها الرابعة لورا، وبقوا يراقبوا لورا 24 ساعة في ال 24 ساعة، ودايما كان حواليها ناس. كانوا مركزين جدا مع تنفسها ونومها لأسابيع بعد الولادة. كاثرين خدت كورسات كتيرة في الفيرست ايد وفي السي بي ار اللي هي الإسعافات الأولية، عشان لو حصل حاجة لا قدر الله تعرف تلحق بنتها، وما كانتش بترضى تديها لأي حد خالص غير بالعافية. كانت بتحاول تعمل لها سي بي ار على ترابيزة المطبخ، بس لورا كانت ماتت خلاص. وهنا بقى الموضوع اتغير. لورا كانت أكبر من السن المعتاد لمتلازمة السيدز اللي هي موت الطفل الرضيع المفاجئ، لأن زي ما قلت لكم قبل كده إن دي بتبقى تحت عمر السنة، فالطبيب الشرعي قال ان سبب الوفاه غير معروف. فساعتها الشرطه بدات تحقق، وهنا ظهر المحقق برنارد رايان. في الاول كان شايف الموضوع مأساة عائليه عاديه، وكان هيخلص الاجراءات ويقفل المحضر ويمشي على طول. لكن لما عرف ان لورا هي الطفل الرابع اللي يموت في نفس البيت وفي نفس الظروف وفي وجود الام بس، الشك بدا يلعب في دماغه. وبعد ما لورا ماتت علاقه كريج وكاسلين انهارت. هي سابت له البيت، وهو بيلم حاجته عشان يمشي لقى حاجه هتودي القضيه دي في حته تانية خالص. لقى مذكرات كاثلين، دفاترها الشخصيه، حاجات المفروض ان محدش يشوفها غيرها، بس كريج قراها، واللي قراه خلاه ياخدها ويسلمها للشرطه. والشرطه ما صدقت، كان عندها 4 وفيات غامضه، وفجاه يجي لها كتاب مكتوب بايد الام نفسها. كاثلين كانت بتكتب عن مشاعرها كأم، عن انها بتحس ان هي مش مسيطره على نفسها، كأن في حد هو اللي سايقها، وان هي خايفه جدا ان هي تفقد السيطره. وفي جمل اتفهمت وقتها على انها مش مجرد فضفضه، دي كانت شبه اعتراف. كتبت انها بتحس انها اسوأ ام في العالم، وكتبت ان احساسها بالذنب اتجاه اطفالها كان دايما بيطاردها، وكتبت انها خايفه ان اللي حصل قبل كده يحصل تاني. وكتبت عن لورا كلام مرعب، قالت انها احيانا كانت قاسيه عليها، وانها نجت من مصير اخواتها لانها طيبه، وان هي احيانا كان نفسها تخرس لدرجه ان هي كانت بتبقى عاوزه تشيلها وترميها على الارض. ده الكلام اللي كاتباه في مذكراتها بخط ايدها. ومن اكتر الحاجات اللي اتاخدت ضدها انها كتبت ان دماغها فيها ذكريات كتيره مستخبيه، وان اليوم اللي الذكريات دي هتطلع فيها للنور هو نفسه اليوم اللي المفروض يحبسوها فيه ويرموا المفتاح. وقول لي بقى، لو انت مكان الضابط وقدامك المذكرات دي، وعندك 4 اطفال ماتوا في ظروف غامضه، كيليب سنه 89 وباتريك سنه 90 وساره 93 ولورا سنة 1999، واكتر طفل فيهم عاش 1.5 سنة، عقلك هيروح فين ساعتها؟ هتقول طبعا ان هي دي هي اللي عملتها. المذكرات دي كانت كارثة عليها، مش بس لانها قالت حاجات المفروض ان ام ما تقولهاش ولا حتى تفكر فيها، لكن لانها اتفسرت كاعتراف نفسي، كانها مش قادرة تقول ان انا اللي قتلتهم، فبتلف وتدور حوالين الجملة. زود على ده كمان ان النيابة بدأت تبني صورة كاملة، ام عصبية، بتروح الجيم دايما، بتحب تخرج كتير، دايما متضايقة من مسؤولية الاطفال، بتغير من الاهتمام اللي بيروح لهم، ده غير ان عندها مشاكل في علاقتها مع جوزها، حاسه انه ما بقاش يحب شكلها بعد الحمل، كانت بتخاف ان هو يسيبها في اي لحظه. طبعا وسط كل الظروف دي النيابه قالت ان كاثرين كانت بتفقد اعصابها، وكانت هي اللي بتخنق اطفالها. في المحكمة النيابة عرضت القضية كالتالي: أول نقطة إن مستحيل إن 4 أطفال يموتوا بنفس الطريقة. تاني نقطة إنه مستحيل إن الأم تبقى موجودة دايما لوحدها في كل مرة. 3 المذكرات اللي جوزها لقاها، يعني من الآخر مفيش صدفة، دي جريمة لابسة بالطو الدكتور. إنما الدفاع كان بيقول إن كل طفل عنده مشاكل صحية. كيليب كان عنده مشكلة في التنفس، وباتريك كان عنده صرع، وسارة جالها برد وكانت تعبانة، ولورا كان عندها عدوى ممكن تفسر سبب الوفاة. لكن المشكلة إن المحامي كان بيحارب جبل اسمه 4 وفيات، وجبل تاني اسمه مذكرات الأم، وجبل تالت كان اسمه إن المجتمع خلاص قرر، لان الناس بتحب القصه السهله، والقصه السهله هنا هي ان الام دي هي اللي قتلته. ده غير جوزها كريج اللي شهد ضدها وقال ان هي كانت قاسيه جدا مع لورا، وشهود قالوا ان هي ما كانش بيبان عليها الزعل بعد موت اطفالها، وناس قالت ان هي بارده، وشهود قالوا ان هي بتضحك بعد الجنازه. وطبعا هنا لازم نفهم حاجه، سمعنا عنده كتالوج للام المثاليه، لازم تعيط بطريقه معينه، تنهار بطريقه معينه، لو هديت شويه هتبقى بارده، لو عيطت كتير هتبقى بتتصنع، ولو اتمسكت هيقولوا عليها قتلت قتله. واتحكم عليها في 24 اكتوبر سنه 2003 ب40 سنة سجن. فترة حبسها في السجن ما كانتش سهلة خالص، المساجين كانوا شايفينها ان هي قتلت اطفال، ودي حتى ابشع المساجين ما بيشوفوهاش عادية، ده قتل طفل لا حول له ولا قوة. وفضلت محبوسة لحد سنة 2021، وهنا الطب اتطور وبدأت تظهر أدلة جينية أقوى، واتفتحت القضية تاني، والأدلة الجينية الجديدة اكتشفت حاجة قلبت القضية كلها، وبدأ يظهر ان كل طفل من الأطفال اللي ماتوا كان عنده تفسير طبي واضح لوفاته. طلع ان كاثلين وبناتها كان عندهم طفرة جينية نادرة جدا اسمها كالم 2 جين ميوتيشن، الطفرة دي مرتبطة بحالة طبية نادرة جدا اسمها كالمودينوباثي، وده مرض جيني نادر جدا ممكن يعمل اضطراب في كهربة او نبضات القلب، بعض الاحيان ممكن يوصل لسادن كاردياك ديث او الموت القلبي المفاجئ. يعني سارة ولورا اللي اتقال ان امهم قتلتهم كان عندهم طفرة جينية كانت هي سبب الوفاة، واحتمالية الوفاة بتزيد اكتر مع العدوى او مع ادوية معينة. طيب ماشي، دول البنتين والولدين كيليب وباتريك كان عندهم طفرات في جين تاني اسمه BSN جين ميوتيشن، والطفرة دي بترتبط بنوع خطير جدا من الصرع، وممكن يوصل لفيتال ابيلابتيك سيجرز، يعني
بنوبة صرع مميتة زي اللي حصل مع باتريك بالظبط قبل ما يموت. لو تفتكر هو اول مرة ما ماتش، الدكاترة شخصوا ان هي نوبة صرع ادت لاختناق وتلف في الدماغ فعاش بالإعاقة لحد ما مات بعدها ب4 شهور. يعني فجأة كل حاجة بدأت تبقى منطقية باسم العلم وبالدليل الواضح الملموس. وهنا في سؤال مرعب بدأ يظهر، احنا حبسنا 20 سنة عشان مذكراتها، المذكرات اللي النيابة كانت شايفاها اعتراف. كان في علماء وخبراء نفسيين كتير كانوا شايفينها بشكل تاني، كانوا شايفين ان دي مذكرات حزينة مكتئبة حطمة حاسة بالذنب لانها فقدت اطفالها وما كانتش عارفة تحميهم. اي حد مكانها كان ممكن يعمل اكتر من كده بكتير. وفي فرق كبير بين ان انا مسؤولة نفسيا عن حماية اطفالي وبين ان انا قتلتهم. واحنا احيانا بنخلط بين الذنب والحقيقة، مع ان الانسان ممكن يحس بالذنب على حاجة ما عملهاش. ابنها مات قالت يا ريتني كنت صحيت بدري، يا ريتني كنت اديته الدواء، يا ريتني كنت وديته المستشفى. ده ذنب مش اعتراف بالقتل. وفي صباح الاثنين 5 يونيو 2023 اتحكم لكاثلين بالبراءة وخرجت من السجن بعد 20 سنة حبس ظلم. كان خرجت على ايه؟ اطفالها ماتوا وجوزها سابها واسمها اتدمر، 20 سنة من عمرها راحوا. وفي سنة 2025 اتعرض عليها 2 مليون دولار كتعويض مالي، لكن طبعا مش هيعوضوا ال 20 سنة اللي اتحبستهم. كانت نهاية حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم واشوفكم الفيديوهات الجاية. سلام.